يقول فضيلة الشيخ: كلمة الإمام مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، عندنا بعض الإخوان متأثرين بجماعة التبليغ، فعندما نذكر هذه الأدلة وهذه الأقوال يقولون إن طريقة الجماعة في الخروج 40 يوما ليست ببدعة، فلا بد إذا قلنا بتلك أن نبدع نظام الجامعات، لأن فيها نظام حادث من الدراسة في أيام معدودة ومستويات. فرق بين هذا وهذا، هذا تعلم علم وتنظيم شيء الناس يعني يمشون به، أما أناس يذهبون يصيحون 40 يوم و3 أيام ثم لا يدعون إلى ما دعت إليه الرسل وهو التوحيد وترك الشرك، فإنهم يسيرون في نقاط معينة وضع لهم الذين وضعوا المنهج، والمنهج خرج من دلهي، ما خرج من مكة ولا من المدينة، وإنما خرج من دلهي، والذي دعت إليه الرسل عليه الصلاة والسلام وهو عبادة الله وحده وترك عبادة الطاغوت، هذا لا يعرجون عليه. ولهذا عباد القبور ما لهم نصيب منهم، ليس لعباد القبور نصيب من هذه الجماعة. وفرق بين التنظيم الذي فيه التدريس يعني مدة معينة الناس يجون ويحفظون، وبين أناس يقولون أنهم يخرجون للدعوة لمدة كذا ولمدة كذا، وأيضا دعوة يعني ليست سليمة ولو حدد لها أيام أو لم يحدد لها أيام.